استلمنا المحطة البرية المرشد من طرف السلطات البلدية، وهذا بمعاونة سلطات الأمن. واليوم هذه المحطة كما راكم تشوفوا فيها كانت مهملة، وكانت والسيد اللي كان هو المكلف بالتسيير تاعها سمح فيها راه في واحد السنين. واليوم ان شاء الله هذه بعد المزايده التي قمنا بها في البلديه. على كل حال اليوم يعني استلمنا هذه المحطه، وان شاء الله نكونوا في حسن ظن المسافرين، وان شاء الله غادي نعوضوا كاع هذه الخساره اللي راهي كم تشوفوا فيها هنا في المحطه. والحمد لله الشكر يرجع للبلديه والامن اللي هما قاموا بالامن بالعمليه. يوم 21 سبتمبر 2024 تم تنصيب السيد السويسي عبد الرزاق كمالك جديد لمحطة نقل الحافلات قديل رزيو. وحنا نتمناو لهذا الملك الجديد ان شاء الله يحافظ لنا على هذه المحطة. الملك الجديد اللي تم تنصيبه اليوم سمى كما الملك القديم تقريبا كملت له التعاقد معه، وتم تجديد هذا عن طريق مزايدة، وخرج هذا السيد سويسي عبد الرزاق كملك جديد. حنا نتمنى ان شاء الله يحافظ لنا على هذه المحطة